احنا فريق لقمة خير. طلبنا من رشا تعمل الفيديو ده، ردت وقالت اتكسف اطلب من الناس كده، وده ردها علينا في فويس. مع ان انا اقول لك احساسي اللي بيجيلي دايما ان كل لما بحس ان الموضوع بيكبر والناس بتزيد وانه ممكن يروح في حتة زي اللي انت بتسعالي فيها دي، بخاف قوي من المسؤولية وبخاف احساس كده بيبقى من جوايا دايما ان انا عايزة ابقى متدارية، اعمل اللي بعمله ده بس يبقى متدارية. النهاردة هي محتاجانا، انتم اللي قلتوا عليها اجدع ست. والله انتي اجدع ست، والله العظيم بجد يعني، لان انا كنتش عارفة اعمل حاجة بصراحة. منكم اللي شاف فيها انها احن الناس عليهم. هي النهاردة محتاجة لينا كلنا نفرحها ونساعدها. أحن بني آدمة شفتها في الدنيا، أحن من إخواتي، أحن من جيراني، أحن من قرايبي. يا رب يكبر بخاطرك ويرضيكي يا رب، يا رب يحنن قلبك يا أبلة رشا. عارفين مساعدة رشا في المطبخ مسمياها ايه على تليفونها؟ عوض ربنا. ناس منكم جات المطبخ معاها وحست اللي محدش حسه وعبروا عنه. انت في مطبخك موجود نور على نور على سيدنا رسول الله، الخير كله عندك، الخير انت عندك سيدنا النبي، انت في مطبخك موجود سيدنا النبي يا رشا. كل اللي قرب منها فهم. حسيت إن أنا كده جاية من عند أمي ومدياني كيس لحمة أو فرخة أعملهم لولادي، رجعتيني 10 سنين ورا. إلهي يسترك، إلهي يسترك، إلهي يرضيكي ويكبر بخاطرك. على مدار 2 كان شعار رشا صدقني لو مش عايز حاجة ربنا هيديك كل حاجة. بس مش عارفة لقيتك انتي اللي قدامي، انتي اللي عمالة تطلعي. انا ومحمد ابني عايزين نعمل 300 وجبة، ومحمد ابني لو شفتي منظرك ليه هيصعب عليكي جدا. الناس صدقتها واحنا كمان صدقناها، لاننا بنشوف بعينينا صدق نيتها كل يوم. حرفيا طاقتي بدأت تنفس خالص. وكل ما افتح الفيس لازم الاقي فيديو ليكي، مش عارفة دي اشارة من ربنا ولا ايه، مش عارفة، بس انا تعبانة ونفسي ربنا يخفف ألم قلبي. رشا نسيت مشاكلها الشخصية اللي احنا على دراية بيها ومستغربين ازاي شايلة كل ده وبتقف في المطبخ وبتنزل توزع وقدام الكاميرا ومكملة تسمع مشاكل الناس وتساعد. والله يا مدام رشا، انا عايزه اقول لك ان وجود حضرتك في حياتي والله فرق معايا كتير قوي قوي قوي. ان انا كان بقالي 4 سنين انا ما بنامش. اول مره اطلع حاجه لله واكون مبسوطه ومرتاحه. عايزاكي تسامحيني عشان انا اوقات باخد حاجات من كلامك واحطها في الاعلان اللي انا بعمله، بس كلامك جميل وبيمس القلب. شكرا جدا طبعا يا حبيبتي على اهتمامك وردك ليا. وهارون عاوز يقول لك حاجه. دنت ينفع تقول للناس في المستشفى تقولي يا بيدوني. هندخل نعمل منشن للقمة خير على صفحة مسابقة صناع الأمل. المسابقة دي هتفرق كتير معاها ومع الناس، هتقدر يبقى معاها ناس تساعدها، هتقدر توصل لكل شارع في مصر وده حلمها. عملنا الفيديو ده وكلنا ثقة في الله، ثم ثقة في كلام رشا نفسها. صدقني لو مش عايز حاجة ربنا هيديك كل حاجة، وهي مش عايزة حاجة. خليكم معاها زي ما كانت معاكم. احنا فريق لقمة خير.